اهم حاجة في السكين كير بتاعك مش المنتجات اللي بتستخدميها على قد ما المداومة، انك لازم تبقي محافظة على روتين بتستخدميه على طول، بتعمليه على طول. وده بصراحة عن تجربة، يعني مش بقولكوا كلام وخلاص. انا جربت حاجات كتير قوي، منها الغالي جدا ومنها المعقول ومنها اللي سعره كويس، واكتشفت انه السيكريت والحاجة فعلا اللي بتفرق جدا اني اكون منتظمة في السكين كير بتاعي، وان انا اكون بعمل حاجة عارفة اكمل عليها. يعني وكنت قلت لكم الكلام ده قبل كده، مش لازم تجيبي حاجة سعرها عالي قوي وتستخدميها مرة وخلاص، هي تديكي التأثير بتاعها الكام شهر اللي انت بتستخدميهم، او مثلا الكام اسبوع، او الفترة اللي بتستخدمي فيها المنتج هتشوفي نتيجة اوكي. لكن الحاجات دي عشان تكملي عليها، هو ده المهم جدا في السكين كير. وده بصراحة اللي انا بحاول اعمله الفترة دي، انه احاول احافظ ان كل يوم على قد ما انا اليوم ساعات بيكون الصبح مش عندي وقت او بالليل مش عندي وقت، بعمل الحد الادنى من الروتين بتاعي، زي ما هشرح لكم بقى بالتفصيل كل خطوة بعملها ايه. بس الخطوات دي بحاول ان انا احافظ عليها كل يوم، وفعلا فعلا فرقت معايا. هاي حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بكل خير. الفيديو النهارده هقول لكم ازاي تطلعوا وشكوا شكله بجد كانه فلتر، كانه مفهوش ولا عيب في الاوقات، خصوصا يكون وشنا مجهد وتعبان. يعني انا دلوقتي في اوحش الحالات، مش اوحش الحالات، يعني فتره انا تعبانه فيها، عندي البيريود. فوقت البيريود انا بحس ان وشي مش قابل ميك اب خالص، مهما تحطي عليه. حتى لو انا بستخدم المنتجات دي وعارفه ان هي لونها حلو عليا وشكلها حلو، خلاص بحس ان كل حاجه مش لايقه عليه. وبيجي عليا وقت كده بكون حاسه انه خلاص مفيش اي لون ميك اب لايق عليا، ولا اي درجه لايقه عليا. الوقت ده مش يعني بضطر ان انا ما احطش ميك اب خالص ولا اي حاجه، بس بعمل بقى هاكس كده بسيطه بتخلي شكلك فلوليس جدا ووشك نظيف، وكانك فعلا يعني عامله سكين كير حلو قوي، كانك كمان حاطه ميك اب حلو قوي. ازاي؟ انا كنت بصور لكم اول جزء جوه، بس للاسف الكاميرا فصلت، معرفش هلحق بقى احط لكم منه يعني حتت صغيره ولا لا. بس خليني عشان لو ما لحقتش ان انا احط منه. انا كل اللي عملته ان انا بس غسلت وشي، انا واخده شاور اوريدي يعني، فغاسله وشي واستخدمت التونر. حطيت التونر، يعني التونر ده انا كنت قلت لكم عليه في فيديو قبل كده ان هو زي الميه خالص، اوكي. فحطيت التونر ده بشكل كبير على وشي، وبعدين حطيت المويسترايزر بتاعي من نفس البراند، اوكي. وبعدين حطيت برضو الاي كريم، حطيت الثلاثه دول الاي كريم، وبعدين رطبته كويس قوي وسبتهم لما ينشفوا كويس. اهم حاجه في الميك اب او في اللوك بتاعك عامه، يعني في وشك، علشان يبان ان هو شكله صحي، انه يكون مترطب كويس. على قد ما انت هتحطي ترطيب في وشك، على قد ما انت هتحسي انه وشك شكله صحي. عشان بقى للاسف مستعجله فهضطر اجهز معاكم بسرعه. هحط كريم، اي كريم عندك يعني. بصوا انا اصلا حطيت اللي هو الهيدرونيك اسيد، بس حاسه ان انا عايزه احط زياده علشان هنزل في الشمس. بصوا هحط الكريم ده وبس. هتوزعي الكريم كويس قوي، اوكي. هتستني بس ما بين كل خطوه والتانيه شويه، ان انت تتاكدي انه، خصوصا ان احنا حاطين كذا نوع من انواع الكريم. ويا ريت في الوقت ده، او لو هتعملي كده، ترطبي وشك بالكريم، مش بحاجه مثلا اللي هو زي السيرم او كده. لا، الكريم بيكون اتقل وبيخلي الوش بعد كده، عشان احنا مش هنستخدم اي فاونديشن ولا حتى كونسيلر ولا اي حاجه. هنحط بس يعني ممكن ترانسلوسنت باودر كده علشان ما يبقاش وشنا شكله اويلي قوي. فعلشان ما تبانش ان هي مشققه، تحطي الكريم كويس وتستنيه لما وشك يتشربه كله. بصوا انا كده خلاص، كده حاطه كله الكريم خلاص، مش حاطه اي حاجه على وشي، اي حاجه غير الكريم والتونر والاي كريم والكريم اللي انا حطيته معاكم ده، اوكي. وده اصلا كريم تقيل، يعني انا عاده مش بستخدمه لوشي، بس انا حاسه ان انا عايزه مرطب قوي شويه. بعد كده هحط السان سكرين بتاعي. وبرده مهم جدا ان انت تحطي سان سكرين بشكل كافي، علشان هيفرق جدا برده في الفينش بتاع وشك في الاخر. اهو بصوا انا حاطه كده كميه كويسه كده، هوزعها كده و نعمل وشنا كله، شايفين؟ وهفضل بقى اوزعه لغايه ما الوش كله يمتص البرودكت، خلاص يروح فيه. وبعدين برضو هسيبه شويه فوق عيني. انا بحط المويسترايزر في كل حته، سوري، السان سكرين في كل حته، اهو كده اهو. اوكي،
كده، واسيبه بقى لغايه ما ايه احس ان هو فعلا قبل ما احط الخطوه اللي بعدها اهو على رقبتي، مننساش الرقبه. اوكي، قول اوكي. اوكي، احط على شفايفي كمان. تمام كده اهو. بصوا وشي، شايفين بلامب ازاي؟ مع انه محمر فيه هنا اهو، في هنا اهو الاحمرار ده، بس هنشوف برضه. اوكي حلوين، حطينا السان سكرين خلاص. اوكي، وجبت حتى كرسي عشان اقعد بقى ايه. بصوا بقى، احنا كده مش حاطين اي حاجه، احنا حاطين التونر المويسترايزر نوعين عشان نرطب كويس قوي، والاي كريم اللي هو كريم العين، وحاطين سان سكرين بكميه كويسه. اوكي، ده كل اللي انا حاطاه على وشي. هتجيبي بقى عندك اي بلاشر، اي تنت، اي حاجه انت بتحبي تستخدميها، اي لون بتحبي تستخدميه اهو كده، وبالراحه كده بصي اهو، علشان بس ندي شويه لون للوش. اوكي، شايفه؟ ولا اي حاجه، ولا بقى كونسيلر ولا اي حاجه، خلاص. حط بقى كده كله على النوز كمان. اي درجه بتحبي تستخدميها، يعني انا هنا مستخدمه على بينك شويه، ممكن تستخدمي على انا بس استخدمها بينك عشان انا لابسه بينك. ممكن تستخدمي النوجه دي، ممكن تستخدمي على بيج بقى، على اي حاجه. اوكي اها كده. بقى يعني مكتره شويه علشان انا هحط لسه فوقيه الباودر اللي هنحطه، فمش عايزين ايه بقى كأن مفيش لون خالص كده. شويه كده. اوكي، وهنبدا بقى بس نثبت كده تحت العين والاماكن اللي الكريم فيها ما يكونش، مش هينفع يبقى كتير قوي. اوكي سوري، الاضاءه راحت اهو. شايفين اهو، هنا الناحيه التانية. تحطي كده بس بالراحه، علشان وما تحطيش في الاماكن اللي انتي عايزه يكون فيها شاين او لمعه. انا اصلا نازله كده كده في شمس جامده، فالموضوع هيبقى شكله ان هو هيبقى اويلي قوي، يعني شويه اصلا وهتلاقوا الحاجات دي كلها عندي بقت اويلي قوي اهو كده. بص انا بحط عادي جدا بطريقه عشوائيه ما فيهاش اي فن، لان انا كده كده مش قلقانه من حاجه، انا مش عايز اثبت مثلا مفيش الوان عاملاها من تحت عايز اثبتها، مفيش كونسيلر، مفيش حاجه كده خايفه ان هي تتحرك من مكانها، انا اوريدي حاطه سان سكرين وخلاص. فبس بحط كده عشان ميبقاش وشي اللي هو ايه تحسي ان هو مزيت فيلملك تراب وانت ماشيه، لا يبقى وشنا مقفول يعني متأمن. اوكي بس، والباقي بقى من السبونج كده همشي بيه على وشي كله كده. اوكي نيجي بقى الباودر براش دي، همشيها كده عشان لو في اي حاجة زيادة تشيلها. شايفين شكل الوش عامل ازاي اهو، مش حاطين ولا نقطة اي حاجة، حطي بس مرطب كويس. هسرح هنا حواجبي، دي فرشة ما فيهاش اي حاجة مكسورة اصلا. اقل الامكانيات هيطلع شكلك تحفة اهو. وهسرح حواجبي، وبعدين هاجي بالماسكارا بتاعت الحواجب، حتى مش هرسم حواجبي ولا اي حاجة، ماسكارا كده خالص. اوكي الناحية التانية باقي بس من البراش هعمل بيه الحتة دي. ثواني اقف عشان اعرف اظبط الحتة دي. كده احط بقى روج، احط لبستيك، هتحطي اللي انت عايزاه. انا هحط روج بينك اهو، انا حطيت روج بينك وبس كده، مش حاطه اي حاجه. ايه رايكم؟ بصوا الوش شكله ايه
ما شاء الله شكله ما فيهوش اي عيوب ولا اي حاجه، عشان مرطبين كويس، حاطين سان سكرين، عاملين سكين كير حلو قوي. مش محتاجه تحطي ميك اب، لو مش عايزه تحطي ميك اب ما تحطيش ميك اب. وانا بشوف ان كتر الميك اب اصلا بيخلينا نستخدم سكين كير اكتر، فكل ما بتقللي من الميك اب كل ما بتعملي سكين كير اقل. اوكي، مش محتاجه يعني قوي. اوكي، بس كده هسرح شعري بقى عشان نازله، وهوريكم بعد ما اخلص الفاينل لوك.